في لحظة معينة في حياة كل واحد فينا بيبص حواليه ويحس إن الدنيا ماشية بسرعة وهو واقف مكانه، مش عارف إذا كان فعلا عايش زي ما كان نفسه ولا بيتحرك من غير اتجاه. اللحظة دي هي نقطة التحول، اللحظة اللي يا إما تكمل فيها حياتك زي ما هي، يا إما تقول لنفسك كفاية، لازم أغير. توني روبنز كان واحد من الناس اللي عاشت اللحظة دي، بس بدل ما يستسلم قرر يحول كل وجع وكل فشل إلى خطوات صغيرة، خطوات عظيمة زي ما سماها. الكتاب ده مش بيقولك تعمل ثورة على حياتك في يوم وليلة، لكن بيقولك إن كل تغيير ضخم بدأ بخطوة بسيطة جدا، قرار صغير، فكرة، عادة، أو حتى طريقة تفكير جديدة. الفقرة الأولى، اللعبة بتبدأ من جوه. في ناس فاكرة إن النجاح بيبدأ من الخارج، من الفرص أو الفلوس أو الناس اللي حواليك، لكن الحقيقة اللي اكتشفها روبنز إن اللعبة كلها بتبدأ من جوه. لو عقلك مقتنع إنك فاشل هتتصرف كده من غير ما تحس، ولو عقلك مصدق إنك قادر كل تصرف هيطلع منك في الاتجاه ده. الفرق مش في الواقع، الفرق في التفسير. في يوم من الأيام روبنز كان شغال في وظيفة بسيطة جدا، بياخد بالكاد اللي يعيش بيه، لكن في وسط الزحمة دي كان عنده فضول غريب. إزاي في ناس بتوصل وناس بتفضل في نفس المكان؟ الفضول ده خلى حياته تتقلب. بدأ يقرأ ويسمع ويتعلم عن علم النفس، عن الطاقة، عن التحفيز، واكتشف إن العقل البشري ممكن يكون أقوى سلاح في الدنيا. الفقرة التانية، قانون القرار. روبنز بيقولك اللحظة اللي بتاخد فيها قرار حقيقي هي اللحظة اللي حياتك بتتغير فيها للأبد. مش القرار الكبير، لأ، القرار الصغير اللي بتاخده النهاردة واللي بيبان تافه، زي إنك تقوم من السرير رغم إنك مش قادر. هو نفسه قرر في يوم بسيط جدا إنه مش هيسيب ظروفه تتحكم فيه تاني، ومن اللحظة دي كل يوم بقى فرصة جديدة لخطوة صغيرة، خطوة عظيمة. الفقرة الثالثة، القوة في التفاصيل الصغيرة. روبنز بيقول إن الحياة مش بتتغير لما تعمل حاجات ضخمة، لكن لما تلتزم بحاجات صغيرة جدا وتفضل مكمل عليها كل يوم. الناس بتدور دايما على الخطوة السحرية، لكن الحقيقة إن مفيش خطوة واحدة تغير كل حاجة. في مجموعة خطوات صغيرة كل واحدة فيهم بتقربك حبة من النسخة الأفضل منك، زي مثلا إنك تصحى بدري ربع ساعة قبل ميعادك، أو تكتب هدفك كل يوم بدل ما تسيبه في دماغك. الفرق مش في الفعل نفسه، لكن في الإصرار، لأن كل مرة بتختار تكمل رغم التعب عقلك بيتبرمج على فكرة جديدة: أنا شخص ملتزم، أنا قادر. وتاني يوم لما تيجي تختار بين السهولة والتحدي، العقل اللي اتعود يكمل هيختار الطريق الصح من غير ما يفكر. الفقرة الرابعة، المعنى هو القوة. في ناس بتعيش عمرها كله تسعى وتكافح، لكن تحس إن مفيش طعم للحياة. ليه؟ لأنهم نسيوا يسألوا نفسهم أنا ليه بعمل كده؟ المعنى هو اللي بيدي طاقة، اللي بيخليك تصحى كل يوم بحماس حتى لو الدنيا ضدك. روبنز بيحكي إن أكتر لحظات قوته كانت وقت ما كان بيخدم الناس. لما بدأ يساعد غيره يغيروا حياتهم حس إن التعب بقى له معنى، إن الوجع اللي مر بيه كان عشان يفتح عيون تانية. ومن اللحظة دي فهم إن النجاح الحقيقي مش في اللي تاخده، لكن في اللي تقدمه. الفقرة الخامسة، إعادة برمجة الذات. كل واحد فينا عنده برنامج جوه دماغه، برنامج بيتكون من كلام سمعناه، مواقف عشناها، وحاجات صدقناها عن نفسنا. المشكلة إن أغلب البرامج دي اتزرعت وإحنا صغيرين من غير ما نختارها. توني بيقولك لو البرنامج اللي شغال جواك ما بيخدمكش غيره. وده بيبدأ من الكلمات اللي بتقولها لنفسك. بدل ما تقول أنا فاشل، قول أنا لسه ما اتعلمتش كفاية. بدل ما تقول أنا ما بحبش المجازفة، قول أنا بتعلم أواجه الخوف. الكلمة الصغيرة دي ممكن تغير طريقة تفكيرك كلها، لأن عقلك بيصدقك وبيبدأ يدور على أدلة تثبت اللي بتقوله. الفقرة الستة، إدراكك هو مفتاحك. في لحظة في حياة كل إنسان بيكتشف فيها إن اللي بيتعبه مش الحدث نفسه، لكن تفسيره للحدث. روبنز بيقول إنك ممكن تواجه نفس الظروف اللي بيواجهها غيرك، لكن الفرق في النتيجة هي طريقة رؤيتك للموقف. حد يخسر شغله فينهار، وحد تاني يخسر نفس الشغل ويقول يمكن دي كانت فرصة أبدأ اللي كنت بخاف أبدأه. نفس الحدث بس زاوية مختلفة. الزاوية دي هي اللي بتحدد مصيرك.
في اللحظة اللي بتغير فيها إدراكك، أنت فعلياً بتغير واقعك، لأن كل فكرة بتخلق إحساس، وكل إحساس بيدفعك لفعل، والفعل ده هو اللي بيصنع حياتك. الفقرة السابعة: قوة الأسئلة. توني روبنز دايماً يقول: جودة حياتك بتتحدد من جودة الأسئلة اللي بتسألها لنفسك. الأسئلة دي هي البوصلة اللي بتوجه دماغك. لو سألت ليه دايماً أنا منحوس، عقلك هيبدأ يدور على إجابة تثبت إنك فعلاً منحوس. لكن لو سألت إزاي أقدر أستفيد من اللي حصل ده، عقلك هيبدأ يشتغل في الاتجاه الصح. السر إنك تغير لغة الحوار الداخلي. بدل ما تلوم نفسك، اسأل نفسك. بدل ما تهرب من الوجع، افهمه. لأن كل مرة بتسأل سؤال أفضل، بتفتح باب جديد جواك. الفقرة الثامنة: العادات الصغيرة تصنع المستحيل. العادات هي خطوط السير اللي بتمشي عليها حياتنا. لو غيرت طريقك هتوصل لمكان مختلف، حتى لو خطوة بخطوة. روبنز بيحكي إن التغيير مش محتاج مجهود خارق، هو محتاج التزام بسيط بيتكرر كل يوم. ابدأ بعادة واحدة بس. اكتب 3 حاجات انت ممتن ليها كل صباح، أو اقعد 10 دقايق من غير تليفون قبل النوم. الحاجات الصغيرة دي بتزرع جواك هدوء ووضوح وثقة، وبعد شهور لما تبص وراك هتكتشف إنك مش نفس الشخص اللي بدأت بيه. الفقرة التاسعة: المحيط اللي حواليك. مفيش حد بيقدر يمشي الرحلة دي لوحده. الناس اللي حواليك يا هيساعدوك تطلع يا هيسحبوك لتحت. روبنز بيقولك اختار دايما محيط يرفعك. اسمع للي بيحلم مش للي بيحبط. اقعد مع اللي بيحركك لقدام مش اللي بيخوفك من الخطوة الجاية، لأن البيئة هي الوقود اللي بيشعل الحلم أو بيطفيه. ولو محيطك سلبي غيره، حتى لو خطوة بخطوة. كل مرة بتبعد عن طاقة سلبية بتقرب أكتر من نفسك الحقيقية. الفقرة العاشرة: الامتنان هو السر. الناس بتدور على السعادة في اللي ناقص، لكن السعادة الحقيقية بتبدأ لما تبص على اللي عندك. روبنز بيقول مفيش فقير أكتر من شخص مش شايف نعم حياته. الامتنان مش مجرد شعور، دي طاقة بتفتح لك أبواب جديدة. جرب كل يوم الصبح تقول أنا ممتن لأن عندي يوم جديد أبدأ بيه. كلمة صغيرة بس ممكن تغير مزاجك، تركيزك، وحتى طريقة تعاملك مع الناس. الفقرة ال11: السيطرة على الحالة الذهنية. روبنز بيأكد إنك تقدر تتحكم في حالتك في أي لحظة. الحالة النفسية مش صدفة، دي نتيجة لمجموعة عناصر: تنفسك، وقفتك، كلامك، وتركيزك. لما تبص لتحت وتتنفس بسرعة وتقول لنفسك أنا فاشل، طبيعي تحس بالإحباط. لكن لما ترفع راسك وتتنفس بعمق وتقول أنا لسه في أول الطريق، بتغير الكيمياء اللي جواك فعلا. التحكم في الحالة الذهنية مهارة، كل ما تمارسها أكتر كل ما تبقى أقوى قدام أي ظرف. الفقرة 12: قوة الهدف والمعنى. في لحظة في حياة كل واحد فينا بيسأل نفسه السؤال الكبير: أنا بعمل كل ده ليه؟ ناس كتير بتشتغل وبتتعب وبتسابق الوقت بس من غير ما يكون عندها اتجاه واضح، وبيجي وقت يكتشفوا إنهم ماشيين بسرعة بس في طريق غلط. روبنز بيقول من غير هدف واضح كل مجهودك بيتوزع على حاجات ملهاش معنى. الهدف مش بس حاجة تكتبها على ورقة، ده إحساس داخلي بيشدك ناحية الاتجاه الصح. ولما تعرف ليه بتعمل اللي بتعمله، كل إزاي هتتسهل قدامك. خد وقتك وحدد أنت عايز إيه بصدق، مش اللي الناس عايزاه منك، لكن اللي نفسك فعلا تعيش عشانه. الفقرة 13: وضوح الرؤية. تخيل إنك راكب عربية بالليل بس الفوانيس مطفية. مهما كانت العربية قوية هتخاف تتحرك. نفس الفكرة دي في الحياة، لو رؤيتك مش واضحة هتتردد في كل خطوة. توني روبنز بيقول الناس اللي عندها رؤية بتعيش الحياة بدل ما الحياة تعيشها. اقعد مع نفسك واكتب الصورة اللي نفسك تشوفها بعد سنة، 5 سنين، 10 سنين. مش مهم تبان بعيدة، المهم تبقى موجودة قدامك. كل يوم تبص عليها وتقول أنا ماشي في الاتجاه ده. الوضوح بيخلق تركيز، والتركيز بيخلق طاقة، والطاقة هي اللي بتحرك الحياة. الفقرة 14: خطوة بعد خطوة. أغلب الناس بتتعب مش لأنها مش قادرة، لكن لأنها شايفة الطريق طويل قوي. بس روبنز بيقولك
كل طريق مهما كان كبير بيتقسم لخطوات صغيرة. لو ركزت على الخطوة الجاية بس مش هتحس بالرهبة من المسافة. ابدأ بحاجة بسيطة النهاردة واعملها بأفضل شكل تقدر عليه. بكرة زود عليها خطوة كمان، وبعدها بخطوة هتكتشف إنك وصلت المكان عمرك ما كنت متخيله. النجاح مش لحظة انفجار، ده تراكم هدوء وصبر والتزام. الفقرة الخامسة عشر: التوازن الحقيقي. في ناس بتجري ورا النجاح لحد ما يضيعوا نفسهم في السكة. ينجح في الشغل لكن يخسر صحته، يبقى غني بس فاضي من جوه. روبنز بيقول إن النجاح الحقيقي مش في إنك توصل، لكن في إنك تفضل متوازن وإنت ماشي. اسأل نفسك كل فترة: هل أنا ماشي ناحية هدفي ولا بعدت عن نفسي؟ هل اللي بعمله بيخليني سعيد ولا بس بيخليني مشغول؟ التوازن مش رفاهية، ده الأمان النفسي اللي يخليك تعرف تكمل. الفقرة السادسة عشرة: قوة المساهمة. كل إنسان جواه رغبة إنه يحس إن الحياة معنى، والمعنى الحقيقي بيجي لما تدي مش لما تاخد. روبنز بيقول إن اللحظة اللي بتخرج فيها بره نفسك وتبدأ تساعد غيرك حتى بأبسط حاجة هي اللحظة اللي بتحس فيها إنك حي فعلا. ممكن تبقى كلمة طيبة، وقت بتسمع فيه حد محتاج، أو نصيحة صادقة. اللي بتديه للناس بيرجع لك دايما بشكل تاني. اللي بيعيش لنفسه بس بيعيش صغير، لكن اللي بيخلي حياته نور لغيره بيسيب أثر ما بيتنسيش. الفقرة السابعة عشرة: الحرية النفسية. في رحلة التغيير هتوصل لمرحلة تفهم فيها إن الحرية مش إنك تعمل اللي عايزه، لكن إنك تبطل تكون عبد للي مش لازم تعمله. الحرية الحقيقية إنك تختار بوعي، إنك تقول لأ للحاجات اللي بتضيعك. روبنز بيقول الناس اللي بتتحكم في مشاعرها بتتحكم في مصيرها. لما تبطل تسيب خوفك أو غضبك أو الماضي يوجهك، ساعتها بس هتعرف تمشي بخطواتك الخاصة، خطوات عظيمة فعلا. الخاتمة: لما تبص وراك بعد سنين من الرحلة، هتبص وراك وتفتكر الأيام اللي كنت تايه فيها، الأيام اللي حسيت فيها إنك مش قادر، وهتبتسم، لأنك وقتها هتفهم إن كل وجع وكل تأخير وكل سقطة كانت جزء من الطريق اللي وصلك لهنا. مش مهم تكون وصلت فين دلوقتي، المهم إنك بدأت تمشي. الكتاب ده مش عن الكمال، هو عن التقدم خطوة بعد خطوة، لحد ما تبني حياة تليق بيك. وفي النهاية هتكتشف إن الخطوات العظيمة ما كانتش عن النجاح بس، لكن عن إنك تكون الإنسان اللي كنت بتدور عليه من زمان. وده كان ملخص كتاب خطوات عظيمة. لو الكلام لمس فيك حاجة، ابدأ من النهاردة خطوة صغيرة، وافتكر إن كل تغيير كبير بيبدأ بخطوة واحدة. اشترك في القناة لو حابب نكمل الرحلة سوا. والسلام ختام.